بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو انت أول مرة تخش عندي القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، ولو انت من المتابعين تعملي لايك وتشوفي الحلقة للآخر وتشارك الفيديو تدل على الخير كفاعله. النهارده هتكلم عن قصة غريبة جدا في مجتمعنا المصري ولو ان دلوقتي بقت الحاجات دي منتشرة جدا. فانا بحكي لكم الحاجات ديت ليه؟ عشان تاخدوا منها عظه، ما تستسلموش للشيطان. ولو الشيطان لعب في دماغكم تبعدوا عنه وتقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقوموا تتوضوا وتصلوا ركعتين وتطلبوا الهدايه من الله. فعلا الطمع قل ما جمع. قوم الطماع شويه، الانسان الطماع بيبقى فعلا مصيره في الحياه قليل جدا، قليل جدا جدا. قصة النهاردة عن أب متوسط الحال في الماديات. خلف 3 بنات، ربهم أحسن تربية وعلمهم أحسن علام، بحيث ان هو قال يبقوا معاهم شهادات عالية، يتجوزوا جوازات حلوة، يشتغلوا برضه، ويبقى يسندوني في الكبر. المهم اول بنت خلصت الحمد لله تعليم، طبعا بمكافحة الاب، مش بالساهل، ودخلت كلية تربية وتخرجت. والبنت دخلت التانية كلية تجارة وتخرجت. والتالتة واتجوزوا جوازات برضو متوسطة. التالتة بقى دي الصغيرة كانت شاطرة جدا، وكان برضو مش عاجبها الوضع، وكانت عندها تطلع وامال انها تطلع لمستوى افضل عشان تتجوز برضو جوازة افضل. فالمهم زجرت وكافحت لعند ما جابت مجموع، دخلت كلية صيدلة. نقول الحمد لله خلصت. طبعا كان بقى عندها امل انها تشتغل على طول، فهي برضو عشان طموحها عالي ما اشتغلتش في اي صيدلية، لان هي طبعا ظروفها المادية ما تسمحش انها تفتح صيدلية. فكانت عايزه تشتغل في صيدليه كبيره لها اسمها، طبعا بتبقى مرتبات فيها برضو عاليه، ولها مركزها، وبرضو هتبقى تتجوز برضو جوازه كويسه. فالمهم اشتغلت من بعد سنه في صيدليه كويسه كبيره لها اسمها، ومعاها دكاتره برضو شغالين معاها في الصيدليه. المهم كان في 2 حطوا عينيهم عليها، لانها كانت البنت دي شديده الجمال، ربنا انعم عليها بالجمال. ف كانوا الاتنين بيتصارعوا عشان يتجوزوها. فهي كانت عشان هي دايما متطلعه للافضل وبصه للماده، فبقت تعمل زي كده تقيم ده وده. واحد اسمه احمد ومحمد. احمد كانت ظروفه الماديه على قدها وما عندوش شقه، وبيشتغل ويجتهد عشان خاطر يجوز نفسه بنفسه. محمد كان والده ميسور الحال، وكان بيساعده كل شهر بمبلغ بخلاف مرتبه. فهي ما دورتش على الحب ولا على الانسان المحترم اللي هما الاثنين الحمد لله محترمين بس هي دورت على الماده. فخدت محمد على اساس ان والده بيساعده وبيديله مبلغ كل شهر، وعنده شقه في منطقه راقيه. اتجوزته، الاتنين راحوا تقدموا، فهي خدت وافقت على على محمد عشان ظروفه الماديه. المهم اتجوزت وعاشت سنة في سعادة، وطبعا قعدت من الشغل لان هي مش عايزة تشتغل. هي كانت بتشتغل عشان يبقى ظروفها المادية كويسة. بما انها اتجوزت واحد ظروفه المادية كويسة، قالت له انا هقعد بقى واتفرغ للبيت ان شاء الله وليك وكده. قال لها خلاص. بعد سنة حماها توفى. فلما حماها توفى، طبعا المساعدة الشهرية اللي كانت بتيجي ما عادتش. لو في ورث خلاص اتقسم، وطبعا برضو الورث اتصرف، وبعد كده خلاص ما عادش فيه. فاضطرت انها تنزل تشتغل علشان خاطر تساعد زوجها في المصاريف وتجيب متطلباتها الشخصية. بس بقت نقمة على اختيارها. المهم نزلت اشتغلت. مع الوقت الظروف قابلتها بمين؟ بأحمد اللي كان متقدم لها مع محمد. ازاي حالك، عامله مش عامله حكت له على حكايتها. فالمهم بقى يتصل بيها، تتصل بيه، تحكي له، يحكي لها. المهم قال لها طب لما انت تعبانه كده، فبتقول له بقى انت عامل دلوقتي؟ قال لها انا ليا اخ في الخليج وبعت لي فلوس كتير واشتريت شقه، وانا اليومين دول بسعى علشان افتح صيدليه باسمي. فلما قال لها كده هي اتغاظت، بقت تندب حظها وتأنب نفسها في انها اختارت الزوج اللي مش مناسبها. المهم بقت زهقانه من زوجها وتعامله معامله مش كويسه. بقى يقول لها اللي غيرك انت، اللي خلاكي بقيتي كده؟ قالت له بصراحه انا ما كنتش اعرف ان انت ظروفك هتتشقلب كده. عرفت بقى ان الواحده لما بتاخد واحد بتدور على اخلاقه وحسن تربيته بتصبر معاه. انما اللي بتاخد الانسان عن الماده راحت خلاص بتبقى مش عاوزاه. فالمهم بقى تعامله وحش، لانها نقمه على الظروف اللي هي جدت عليها ديت. فالمهم بقت تتكلم مع
احمد دوت كتير، فقال لها بقول لك ايه، ما تتطلقي منه واتجوزك. فالمهم برضه هي ايه عايزه تطمن، نزلت معاه وراحت شافت الشقه اللي قال لها عليها في وسط البلد، لقيتها شقه جميله ومتوضبه وتشطبه تشطيب كويس، ومعاها عربية يعني أحدث صيحة. فالمهم ايه أغراها بالحاجات ديت، فخلاص عرفت جوزها وبقت تقول له طلقني لعند ما فعلا طلقها. ولما طلقها راحت بيت والدها، قعدت 3 أشهر العدة، وبعد كده اتجوزت ايه أحمد. فلما اتجوزته قضت معاه شهر، من يعني بتقول الشهر ده يعني كنت كأني كنت في الجنة، طبعا مصاريف ايه ولبس ايه وفسح ايه. بعد الشهر دوت بدأ يتغير ويعملها كويس ويشتمها ويضربها، يعملها قصدي وحش جدا ويشتمها ويضربها. فبقت مستغربه انت ايه اللي غيرك كده؟ قال لها انا طبعي كده وانا خلقي ضيق واستحمليني. طب انت ما عرفتنيش الكلام ده؟ قال لها ديك عرفتي. المهم بقى ايه قرفها في عيشتها. وبعدين ايه اخوه اللي في الخليج بقى دوت اللي كان بيبعت له الفلوس بقى يتصل بيها، انت عامله ايه مش عامله ايه، بقت تشتكي له من اخوه. قال لها معلش هو المفروض ان هو كان يقول لك ان هو خلقه ضيق، هو فعلا دي طبيعته، بس احنا ما رضيناش نقول لك، فمعلش استحملي. وبقى من وقت للتاني يبعت لها هديه قيمه، مبلغ مال، لانه عارف ان هي بتسعى ورا الماده، الحاجات دي بتسعدها. بقى يبعت لها ساعه، مثلا اسوره ذهب كل فتره كده. وبعد كده ايه قال لها بقول لك ايه، قالت له ايه، قال لها ما دام انت مش مرتاحه مع اخويا ما تتطلقي منه وتجيني هنا الخليج ونتجوز. فهي طبعا قال لها طب ما صحيح اخوه دوت هو اللي بيبعت له، طب انا ليه اسيب اللي بيصرف علينا واخد واعيش مع ده؟ المهم فضلت تقرف فيه زي ما عملت مع التاني، لعند ما فعلا ايه طلقها. وبعدين ايه جهزت في اوراقها، وكانت خلاص الشهور العده خلصت، وراحت ايه طبعا في تواصل في التليفون، وراحت ايه لبتاع الخليج ده. فلما راحت قعدت ترن عليه عشان يقابلها، لقت تليفونه مقفول، الفيس بتاعه مقفول، قعدت ايه محتاسه مش عارفه تعمل ايه، بقت تلف حوالين نفسها. فين وفين لقيته فاتح ورد عليها، قالت له ايه انت فين انا دايخه عليك. قال لها إيه انا احمد. قالت له احمد؟ قال لها انا احمد، انا مش اخوه، هو انا ماليش اخ، انا ابن وحيد، بس انا حبيت انتقم منك علشان خاطر انتي رفضتيني وخدتي زميلي، وانتي بتاع ماده، يعني انتي اتجوزتيني لما عرفتي ان انا عندي شقه وعربيه، وانا ولا عندي شقه ولا عندي عربيه، انا كنت مأجرهم الشقه لمده شهر واللي احنا قعدنا فيه. وبعد كده ايه بقيت اقرفك علشان خاطر خلاص انا ما عادش معايا فلوس، هعمل ايه يعني؟ والعربيه برضو كنت مأجرها. طب فيعني ده اكبر ألم خدته، لان هو برضه قال لك دي ملهاش امان، دي كانت واحده نفسي فيها، فانا خلاص قضيت معاها الشهر اللي انا نفسي فيه وشبعت. عارفه الانسان الجعان لما ياكل ويشبع، هو خلاص كده شبع بالشهر ده وخلاص، لان قال لك مش معقول دي تبقى ام اولادي، اللي تبيع واحد علشان خاطر واحد يبقى تبيع التاني. وفعلا هي باعته على اساس برضو انها كانت رايحه تتجوز اخوه، هو له اخ ولا حاجه. وبالطريقه ديت هو خلع منها وخلاص استمتع معاها بالشهر دوت. وهي دلوقتي بقت طبعا فرصتها في الجواز قليله، لانها انفصلت مره واتنين. اي حد هيروح يتقدم لها هيسال هو يعني انفصلت مره واتنين ليه، فاكيد هيعرفوا السبب. فاللي زي دي ملهاش امان. فيعني نزل رجعت بقى بلدها تاني، وخبت الجمل ايه خبت الامل شايله جمل ولا ايه، المهم ايه شايله خيبتها ورجعت تاني لاهلها. إيه اللي حصل؟ طبعا ما كانتش حكى لهم على القصه دي انها رايحه عشان عريس، هي كانت قالت لهم ان هي رايحه عشان تشتغل. فالمهم عايزه تنتقم بقى منه، فحاولت انها تنتقم منه وحاولت انها تقتله، ما نفعتش، فراح قدم فيها بلاغ وطبعا اتحبست. وبقى مصيرها شوفي من بعد ما كانت دكتوره هتتحبس. وربنا يعافيكم ويعافينا. العقل زينه، يا ريت كلنا كده نحط عقلنا في راسنا ونفكر بالدين قبل ما نفكر في الماده والحب والزنا والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي كلها. فكروا في ربنا وفي ديننا كويس جدا 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 قبل ما تاخدوا اي خطوه. يا رب تستفادوا من الحلقات اللي انا بقدمها ديت. اشوفكم في حلقه جايه باذن الله.